مدن نينوى أسماء وأصول. نمرود تطلق هذه التسمية اليوم على التل الذي يضم تحت ثراه أطلال مدينة آشورية عظيمة كانت تعرف في قديم الزمان باسم كلحو، وورد ذكرها في التوراة بصورة كالح أو كلح. يقع هذا التل في بسيط من الأرض على الضفة اليسرى لدجلة على 22 ميلا جنوب شرقي الموصل. كانت كالح العاصمة الثانية للدولة الآشورية، وظلت عاصمة لمعظم سني القرن التاسع قبل الميلاد. وأصل هذه المدينة يرجع إلى زمن قديم جدا، فقد كانت قرية صغيرة في بداية الألف الثالث قبل الميلاد، وأصبحت لمدة ذات شأن في زمن الملك شلمنصر الأول 1280-1260 قبل الميلاد. ولكن تاريخها في مدى تلك الأزمنة يعتوره كثير من الغموض، وظل أمرها على ما ذكرنا حتى أعاد الملك آشور ناصر بال الثاني بناءها في سنة 883 قبل الميلاد، حين شيدها فوق أخربة مدينة أقدم منها عهدا كانت موجودة قبل ذلك ب400 سنة في أيام شلمنصر الأول. لبثت كالح مقرا لغير واحد من ملوك الآشوريين، فقد أقام فيها آشور ناصر بال الثاني 853-859 قبل الميلاد، الذي أنشأ فيها قصورا ومعابد ودورا واسعة. وشلمنصر الثالث 858-824 قبل الميلاد، الذي أنشأ فيها زقورة للإله نينورتا عند الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة. وأداد نيراري الثالث 810-782 قبل الميلاد، وتغلات بلاسر الثالث 745-727 قبل الميلاد. وقد شيدا فيها جملة مبان وأسر حدون 681-669 قبل الميلاد، الذي جدد بعضا من المدينة وشيد قصرا جديدا له. وسن شراشكن 620-612 قبل الميلاد، وبعد ذلك الزمن تضاءل شأنها فلم يعرف شيء عن تاريخها. لفتت أطلال نمرود أنظار علماء الآثار إليها، فبدأوا بالتنقيب فيها منذ أواسط القرن التاسع عشر. وأول من نقب هناك لايرد، الذي توصل بين عام 1845 وعام 1851 إلى اكتشافات خطيرة. وقد تركزت تنقيباته حول الزقورة، أي البرج العالي للمعبد، وفي معبد نينورتا الذي في أسفلها، وفي سلسلة من القصور تمتد على طول الجانب الغربي من المدينة، أهمها القصر الشمالي الغربي. ومن أجل ما عثر عليه لايرد من آثار تلك المنحوتات الجدارية والمسلة السوداء لشلمنصر الثالث وتمثال آشور ناصر بال الثاني. وتلاه في أعمال التنقيب هرمزد رسام الموصلي، فقد نقب في معبد نابو سنة 1853 وعثر على تماثيل. وبعد ذلك بسنة 1855 نقب لوفتس في القصر الجنوبي الشرقي، ويعرف الآن بالقصر المحترق. واكتشف عددا كبيرا من آثار العاج، و
عاد رسام في سنة 1878 فنقب قرب الزقورة. ثم توقف العمل سنين طويلة حتى كانت سنة 1949 ميلادية التي قررت فيها بعثة مدرسة الآثار البريطانية برئاسة البروفيسور ملوان التنقيب فيها، فأخذت تنقب في هذه الأطلال تنقيبا علميا أسفر عن نتائج أركيولوجية عظيمة صحت أخطاء نجمت عن الحفريات السابقة، وكشفت عن آثار نفيسة من تماثيل ومسلات وآثار متنوعة من العاج ورقم الطين وغير ذلك. وقد أودعت هذه البعثة نتائج تبعاتها وتنقيباتها الأثرية في هذا الموضع سلسلة مقالات مستفيضة نشرت في مجلة إيراك التي تصدرها مدرسة الآثار البريطانية. نشرت في مجلة إيراك التي تصدرها مدرسة الآثار البريطانية، وذلك ابتداء من الجزء الثاني من المجلد 12 الصادر سنة 1950 فما بعده حتى الآن. وما زالت البعثة تواصل الحفر في مواسم من كل سنة تقريبا، وتنشر النتائج العلمية في المجلة المذكورة. وتركزت أعمالها في السنين الأخيرة في حصن شيده شلمنصر الثالث في أقصى جنوب شرقي المدينة، وقد أدار هذه التحريات الأستاذ ديفيد أوتس. كانت كالح مدينة واسعة ذات شكل مستطيل يحيط به سور ضخم من اللبن ما زالت معالمه ظاهرة ومواضع أبوابه واضحة. وكان دجلة قديما يلامس سورها الغربي، ولكنه اليوم يبعد عنها زهاء كيلومتر، وتقدر سعة المدينة بما يقرب من 1.5 ميل مربع.